الدين الصوبي رئيس العصبة الجهوية لجهة الشرق وجهة فاس مكناس وجهة درعا تافيلات لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة. نعم. اليوم كنتواجد الكرة الحديدية بطبيعة الحال لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، يعني لأن تجمع كل شيء، كتجمع مجموعة من نعم. الرياضات، لأن الجامعة ديالنا يعني نعم. فيها مجموعة ديال الرياضات من ضمنهم الكرة الحديدية. اليوم كنتواجد بالنادي الرياضي الفاسي للكرة الحديدية في إطار البطولة الوطنية اللي كتنظمها الجامعة الملكية المغربية. فكما شفتوا يعني كان عدد كبير من المشاركين اللي حوالي 120 أو 140 متنافس ومتنافسة اللي كيتنافسوا على درع البطولة. كاين الإعاقة الحركية بوحدها وكاين الإعاقة ديال الصم والبكم. نعم. فكما شفتوا يعني كاين تنافسية كبيرة، يعني ماشي بالسهل. يعني كتشوفوا يعني الآن تقريبا الساعة 7 مساء ومازال ما تحسماتش شكون اللي غادي يربح البطولة في الإعاقة الحركية. أما الإعاقة السمعية فهي تحسمات لجمعية أبناء فاس المرتبة الأولى ولا المرتبة الثالثة. هنيئا لكم هذه بالمناسبة. شكرا لك، بارك الله فيك. وبالنسبة للإعاقة الحركية يعني كاينة تنافسية كبيرة جدا ما بين الجمعية السلوية ونادي أبناء فاس، فكنتمنى لهم التوفيق كاملين لجميع التنافسين، وهذا كيدل على التنافسية الكبيرة ديال الفرقة. ف يعني كما كتعرفوا الجامعة الملكية المغربية للأشخاص ذوي الإعاقة فهي عندها مجموعة ديال الرياضات، يعني دائما كتشرف المغرب داخل الوطن وخارج الوطن. وآخر حدث اللي كاين هو ديال الألعاب بارا أولمبيك اللي كانت في فرنسا، يعني كانوا جابوا حصلوا على 15 ميدالية في جميع التلاوين ديالها، لا الذهبية ولا النحاسية ولا الفضية. فهذا شرف كبير لنا وشرف المغرب. تبارك الله عليك، وشكرا. تبارك الله عليك. العفو، العفو، شكرا، تبارك الله عليك السيد، بارك الله فيك، شكرا.